اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا معايا النهارده هنعمل معاكم طاجن رهيب جدا وجميل وشكله جديد. بصوا معايا كده ايوه وتأكدوا شفتوا كده شكله جديد ازاي. رهيب ولذيذ. وهعمل الرز بالزبادي تعالوا والحليب اتفضلوا البودر، معايا. هتطلع رهيبه وجميله. يلا بينا، عملنا الطاجن وطلع رهيب جدا. يلا بينا نشوف المكونات ونشوف الطريقه. المكونات عندي هنا زي ما انتم شايفين كده. عندي اللحمه، بقية لحمة المشوية اللي كنا عاملينها في الفرن، وعندي الكوسة الجديدة دي زي القرع كده كور، فانا جبتها وقلت هطبخها معاكم. الجديد بيبقى جميل وطعمها يا بنات جميلة جدا. مكنتش تتخيل طعمها كده بصراحة، انا شفتها عجبتني في السوبر ماركت قلت هجربها. ما احنا لازم نجرب الحاجات الجديدة الغريبة دي، جميلة جدا ورهيبة. ويلا بينا. تعالوا بصوا معايا كده. اول حاجة هنبدأ نعملها هي زي ما هي، يا دوبك غسلتها ونقعتها في خل ومية. ليه؟ علشان خاطر تنضف من كل الشوائب اللي موجودة فيها مكان الزراعة. الطاجن طلع صغير، جبت واحد تاني اغوط منه. يلا بينا. لا، هنزل بقى كله على بعضه. ادي الحمص بتاعي المسلوق، وكمان عندي هنا الصلصة بتاعتي اللي ببقى مجهزاها وموجودة عندي، وفيها يا جماعة طماطم حية عشان اخد بس النكهة بتاعتها. هبدأ انزل بيها هنا. هنبدأ نقلب كل المكونات دي مع بعض. بدأت اوقف الكوسة كده فوق وهحط اللحمة. بدأنا كده، هنبدأ بقى نحط عليها الكوسة، نخلي اللحمة في النص. حطيت كده حبة صلصة كمان وقلبتهم ماشي، ونزلت عليهم بشوية ملح ماشي. ما تنسيش اللي هنا فيه بهارات وفيه بصل في اللحمة المتبلة، فاحنا بس هنزيدها كده. هدخلها الفرن وتبقى نتقابل بإذن الله لما تخلص. يلا بينا نعمل الرز. نتقابل ايه؟ يلا بينا. متنسوش تحطوا زيت الزيتون عشان كنت هنسى. طبعا انا استخدمت زيت زيتون وملح الهيمالايا. كده نسيبه على جنب ونجيب معانا طاجن الرز. اول حاجه نبقى نعملها، احنا غسلنا الرز نص مج كبير، وهبدا احط فيه الحليب البودره، وهبدا اللي انا اديله تقليبه لغايه ده مضرب، لغايه ما ينسجم معايا. المضرب ده جميل وعملي، تقلبي بيه كده بسرعه حاجه تنسجم معاكي وانت مثبتاه. نرجع نضيف علبه الزبادي معاه بعد ما نعمله ونقلبهم كلهم مع بعض. حطيت زيت زيتون وملح وهبدا اقلب زي ما تعودنا مع بعض. وحطي معلقه سكر بتساعد على تسويته بسرعه وبيديله طعم ونكهه جميل. حطينا الثلاث حاجات وقلبنا عشان خاطر، وما تنسوش احنا غسلناه من بدري وركناه لان الرز ده بياخد سوائل اكتر. هبدا احط بقى الزبادي، الحليب بالزبادي، وانا نازله كده اصفي عشان خاطر اقلبه تاني واكسره عشان كان مليان. هنبدا برضو نعمله بنفس الطريقه. انزله كده عليه وازوده كمان شويه ميه واحطه في قلب الفرن. وكده الاكل بتاعي كله جاهز، هدخله الفرن. هيطلع معايا غدا صحي ورهيب، وكمان اعاده تدوير. ما شاء الله تبارك الله، الطاجن ما شاء الله بقى جميل جدا ورهيب وطعمه حكايه الحكايه. غرفنا كرات الكوسه وبقت جميله مع اللحمه الشمباري. قد ايه هي رهيبه، وبالحمص بروتين على بروتين، بروتين نباتي وبروتين حيواني. والرز كمان بتاعنا اللي بالزبادي روعه جدا ورهيب. يلا جربوا الطاجن بتاعنا كرات القرع، جميل جدا ورهيب باللحمه الشمباري، رهيب وروعه جميل وبألف هنا. ما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين، ولو طالبين مني اي حاجه قولوا لي وان شاء الله بعملها. لايك وشيروا الفيديو، وان شاء الله نتقابل في وصفه جديده. باي باي.